السلام عليكم يا شباب، أنا أسلم الدين من قناة كويت ماني هاب. اليوم نبي نتعمق شوي في موضوع مهم جدا للي يحبون عالم الاستثمار والأسهم، وهو سيلف ستوك أو اللي يسمونه سيلف دايركتد انفستنج، يعني الاستثمار في الأسهم بنفسك بدون ما تعتمد على وسيط أو مستشار ما اللي يقرر لك اشتري هذا أو بيع ذاك، كل السيطرة بيدك لوحدك. خلونا نبدأ من الأساس. شو يعني سيلف ستوك بالضبط؟ في أمريكا وفي كثير دول متقدمة زي كندا أو أوروبا الناس تقدر تفتح حساب بروكرج أونلاين بنفسها، زي مثلا تطبيقات روبن هود اللي مشهورة بسهولتها ومجانيتها، أو اي تريد اللي فيها أدوات التحليل متقدمة، أو فيدلتي اللي تقدم خدمات شاملة مع تعليم مجاني، أو حتى تشارلز شواب وويبل وآلي انفست. كلها منصات تسمح لك تشتري وتبيع أسهم الشركات الكبيرة زي أبل أو تسلا أو أمازون، أو حتى ETF وميوتشوال فوندز، وكل ذا بدون عمولة كبيرة. أحيانا $0 للصفقة الواحدة. الفرق الرئيسي عن الطرق التقليدية إنك مو تعطي فلوسك لشركة استثمار أو بنك يديرونها لك وياخذوا النسبة، لا، هنا أنت اللي تدرس السوق بنفسك، تشوف الشارتات اللي تبين حركة الأسعار مع الوقت، تقرأ الأخبار الاقتصادية زي تقارير الربح الربع سنوية للشركات أو تأثير السياسات الحكومية، تحلل البيانات المالية زي ال PE ratio أو ال EPS، وتقرر متى تشتري عندما السعر منخفض وتبيع عندما يرتفع، أو حتى تستثمر طويل الأمد في شركات قوية زي جوجل أو مايكروسوفت. بس لازم أحذركم، هذه الطريقة مو سهلة زي ما تبدو، تحتاج تعليم وصبر. مثلا ابدأ بقراءة كتب زي The Intelligent Investor لبنجامين جراهام، أو دورات أونلاين على كان أكاديمي أو انفستوبيديا، وجرب حساب تجريبي أول ديمو أكاونت عشان تمارس بدون ما تخسر فلوس حقيقية، لأن السوق فيه مخاطر كبيرة. ممكن تخسر كل رأس مالك إذا ما درست جيدا، زي ما حدث في أزمة 2008 أو حتى في تقلبات كورونا 2020 في الكويت أو الخليج. كثير ناس يستخدمون هالمنصات الأمريكية عبر الإنترنت، بس لازم تتأكد من اللوائح اللي تسمح لك كمواطن خليجي تستثمر خارجيا وتدفع الضرائب إذا لزم الأمر، وتختار حساب يدعم التحويلات الدولية زي من خلال باي بال أو بنوك محلية. اللي يجعل سيلف ستوك جذاب إنه يعطيك حرية كاملة، تقدر تبني محفظة متنوعة، مثلا 50% في أسهم تقنية، 30% في قطاع الطاقة، 20% في عقارات عبر الريتس، وتعدلها حسب تغيرات السوق، ومع الوقت تصير خبير بنفسك، مو تعتمد على نصائح الآخرين اللي ممكن تكون خاطئة. إذا كنت تبون نصائح أولية، ابدأوا بتحديد أهدافكم. هل استثمار قصير الأمد للتربح السريع أو طويل للتقاعد؟ ثم حددوا ميزانيتكم، لا تستثمروا فلوس تحتاجونها يوميا، وتعلموا أدوات التحليل الفني زي الموفينج افريجز أو RSI، والأساسي زي قراءة البيانات المالية. تذكروا دائما الاستثمار مو مقامرة، هو علم وفن، وإذا عملتوا خطأ تعلموا منه ولا تستسلموا. إذا عجبكم هالفيديو اللي شرحنا فيه سيلف ستوك بالتفصيل، لا تنسون لايك وسبسكرايب لقناة كويت ماني هاب عشان يوصلكم كل جديد عن عالم الفلوس، الاستثمار والأسهم سواء في أمريكا أو الخليج. وإذا عندكم أسئلة محددة عن كيف تبدأون أو أمثلة عن أسهم معينة، اكتبوا في الكومنتس تحت، بنرد عليكم إن شاء الله. نشوفكم في الفيديو الجاي. الله يبارك فيكم ويحفظ فلوسكم. مع السلامة.